مساكم الله بالخير. 2/8 اليوم، ذكرى أليمة وجرح كبير بقلب كل كويتي وكل من يعز عليها الأرض. طفلة صغيرة بالابتدائي ذاك الوقت، كان يوم خميس وكانت عطلة. قعدنا الصبح على صوت رمي وانفجارات. تخيل تنام تقعد الصبح تلقى أرضك مو أرضك اللي تعرفها، ناسك مو ناسك اللي تعرفهم، الشوارع ما فيها أمان. 7 شهور صعب الواحد يقدر يتكلم عنهم بسنابة أو سنابتين. أيام سودة مرت علينا ما في شي يوصفها. والله يا جماعة ما في مسلسل ولا برنامج وثائقي دوكيومنتري يقدر يوصف حال الناس واللي مرينا فيه ذاك الوقت. لما الذبح يصير عادي وصوت الرصاص عادي والدم عادي والموت عادي والبوق عادي ببلد ما تعود على هالشي. عمري 7 سنين رحت مع أمي جمعية العارضية، قدام عيوني شفت مشهد إعدام وأنا عمري 7 سنين. كان مشهد إعدام الشهيد مبارك النوت رحمة الله عليه، مدير عام جمعية العارضية، واحد من رموز المقاومة الكويتية اللي انعدم قدام. تخيلوا يجمعونا كلنا، طلعونا برا الجمعية بالساحة اللي جبال المكان، أطفال وحريم وكبار وشيبان، وعدموا الريال قدام عيوننا. الغزو درس محتاج وقفة وتأمل، محتاج وقفة شكر واعتراف بجميل الناس اللي وقفوا معانا. أطفال السوشيال ميديا اللي هايطون اليوم ما يدرون شنو كانت علاقتنا مع الدول الثانية بذاك الوقت. كنا نفر أريا للتلفزيون نحطه على قناة السعودية عشان نعرف أخبار ديرتنا واللي صاير فيها من السعودية. كنا نرفع علم السعودية وفي صورة الملك فهد رحمة الله عليه، يم علمنا الكويتي وفي صورة بابا جابر. وترى الغزو ما ضرنا احنا بس، ضر المنطقة كلها. ناس انضرت مو بس كويتيين وعراقيين للحين يدفعون الثمن. يا ما شفت اخوان من العراق تضرروا وكثر الكويتيين واكثر، تعذبوا وتشتتوا في كل انحاء العالم بسبة هذه الحرب. المهم الحمد لله رد الحق لاصحابه. ربي يرحم شهدائنا الابرار ويحفظ بلاد العرب والمسلمين من كل شر ومكروه. الخير، توني خلصت تصوير اخر لوك ببلاكسبرغ، بس لعيات بالكويت ان شاء الله. أنا أسولف لكم عن الغزو، مواقف طريفة صارت، أشياء غريبة صارت للحين أذكرها. ذاك الوقت كنت كل يوم لما أروح المدرسة أقول حق أمي سوي لي كورنفليكس على الريوق، كورنفليكس، كل يوم آكل كورنفليكس على الريوق. صار الغزو ما في كل الأشياء اللي إحنا تعودنا عليها الجمعيات، يعني باتفق يلا توفر الأساسيات بس، فما في كورنفليكس. وأنا كل يوم أقول حق أمي يما ليش ما في كورنفليكس؟ تقول لي يما غزو. زين يما باكر في كورنفليكس ندور لك، وكل يوم ندور كورنفليكس وما في كورنفليكس. توقفت على الكورنفليكس، كنا نروح شبرة الخضرة ندور الموز، موز ما في موز. راوية أهلي وأمي ورايحين الشبرة وشفت واحد مبسط من بعيد وحاط موز، والله موز. تقول لي الخبلة بغت تدعم السيارة ايش فيك؟ يما موز موز موز. والله العظيم في ناس مو مستوعبة، احنا عشنا أيام طبعا احنا صمدنا طول الفترة من غير كهرباء من غير فرن، فعايشين على المعلبات بس. المواقف الغريبة اللي للحين أذكرها وما أنساها، ما أدري أحس بضيق أضحك على الموقف لما أتذكره، موقف ما ينسي. من المرات دش فريجنا وانيت، طبعا في جنود وكذا، فدشوا يرفسون الباب من كل بيت ياخذون الريايل. ريال فوق 15 سنة سحبوا، فذيك الفترة سحبوا ريال خالتي وسحبوا خالي، وولد خالتي كان توه كامل 15. يا جماعة تشوفون الحريم والله العظيم منظر ما ينسي ورب الكعبة، الدموع 4 اللي تصارخ، اللي تسحب ولدها، اللي واقفين يطلون من فوق على العيال. أذكر كنت أطل من الدريشة فوق أشوف الوانيت محمل ريايل أعرفهم، أقول حق أمي يمه هذا يارنا أبو سالم، هذا يارنا أبو صالح، هذا يارنا. المهم شو اللي صار؟ والله العظيم إن اللي بقوله صار صج، مو فيلم هندي ولا سيناريو مسلسل. واحد من ييراننا مرته عراقية، متزوجها طبعا من سنين وعيالها كبار، فعيالها من اللي سحبوهم وحطوهم بالوانيت. اقسم بالله العظيم سحبوا عيالها ولا تطلع المرة من البيت ولا نسمعها تصارخ ولك عماد، ولا تروح صوب واحد من الجنود وتقول له أنت ما تستحي ما تنتخي ساحب عيال أختك. رب الكعبة السالفة مو فيلم هندي، بس طلعت هذه المرة هي خالة الجندي العراقي. والله العظيم للحين أذكر الموقف. عماد راح حق خالته باس راسها وطاح على ريلها وقام يبكي وقاعد يقول لها والله خالة مغصوبين، خالة والله مظلومين. وآخر شيء عماد قال لها لعيونك يا خالة كل اللي ركبوا الوانيت ينزلون.
تخيلوا، ورب الكعبة لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل عماد وعماد رجعوا عيال خالتي حق خالتي. طبعا أيام الغزو لما قربت الحرب البرية والحرب الجوية وهالأمور كان في إعلان دايما ينزل، والله العظيم يصرقع يصرقع. للحين أذكر نبرة صوت المذيع وهو يقول إذا اندلعت الحرب سووا كذا وكذا وكذا، ويعطونا تعليمات إذا صار حرب وطاح عليك البيت شو تسوي. والله العظيم لما كان يطلع الإعلان طق 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 أطقطق، أنخش تحت الدري اللي كان يعتبر مخبأ لكثير من الناس ذاك الوقت، تنام تحت الدري. نحن ساكنين بيتنا بالنص وبيت خالتي على اليمين وبيت خالتي الثانية على اليسار، تجمعنا كلنا ببيت خالتي العودة. القنفات قلبناهم سوينا مثل مخبأ صغير، اليهال كلهم ناموا فيه، أعمارنا 5 سنين 6 سنين كلنا دشينا داخل. لما قربت الحرب الجوية والبرية أمي وأهلي وكلهم كانوا ياخذون مثل تيب ويتيبون الجامات، لزاق على الجامات. ضمن التعليمات أنك تتيب الجامات علشان لو صار انفجار ما تنكسر عليك الجامة وانت داخل وتتأذى. وكان من بين التعليمات بعد انك تسكر أي مدخل هواء في البيت، لأنه ممكن بأي لحظة ينقطع علينا كيماوي وتتسرب الغازات اللي داخل البيت. سكرنا فتحات البيبان، حوالين الدرايش، فتحات التكييف، أي مدخل هواء يعني هواء الله سبحانه وتعالى ما كان يوصلنا. تمينا على هالحال أسابيع، ما في أي اتصال بالعالم الخارجي، يعني منخشين ومختبئين ما غير هالراديو والظلمة والشموع. قعدنا على يوم صوت التكبير الله أكبر الله أكبر واليباب والكل مستانس ويهلي. أنا أروح حق أمي يما إيش السالفة؟ كانت تقول لي تحررنا يما تحررنا، قوموا ناخذ الأعلام ونفتر بالشوارع. أنا أول سؤال رحت سألتها يما الحين في كورنفليكس؟ والله الحين صرنا بأمريكي وعندنا كورنفليكس. يوم التحرير هذه أكثر أغنية سمعناها بالدنيا وتموا الناس يرددونها سنين. أما اللي سألوا عن يارتنا العراقية خالة عماد، عاشت وكبرت عيالها وماتت واندفنت بالكويت. نصيحة يا جماعة، اقروا عن الغزو أكثر، اقروا عن هالتاريخ أكثر، تعلموا منه أكثر، لا تمشون وتجرحون خلق الله بكلام وفتن. شكرا لكل واحد تعاطف مع قضية الكويت من الدول العربية، من العراق، من دول الخليج العربي، كلكم على راسي. لقيت موز، أنا عايزة موز، في طبخة شفايفها ما تقدر تسوي كذي، بحب الموز. النثري أرش عليه الزعفران، أحط شوية حق اللحم، لآخر مكبوس لحم أسويه بأمريكا وعينه ب60,000 عافية.